السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم أيمن، مستر رايزو. إن شاء الله هنستكمل. كنت وعدتكم قبل كده إن أنا هنزل شوية سورسات لكل الإصدارات. إن شاء الله نزلنا إن شاء الله 2D سواء عادي أو كلاسيك، لأنه أكتر ضغط عليه. عادي أو ستريم أقصد. تمام. وإن شاء الله المرة دي هننزل إصدار 5730 اللي هو إصدار كلاسيك، آخره البايرت والأسيسن والتشي. تمام. طيب، حابب انوه بس على كام نقطة. تمام. يا ريت رجاء، احنا الغرض ان الحاجة اللي احنا بننزلها دي، احنا بننزلها الغرض واحد بس، ان الناس الجديدة اللي لسه مش عارفة اي حاجة وبتتوه في المجال وبيتنصب عليها كتير وبتتسرق كتير، فاحنا منزلين الحاجة دي ليه؟ للناس دي تحديدا، عشان خاطر ايه؟ يتعلم بسرعة، يلاقي الطريق الصح اللي يشتغل عليه. تمام. ما يعكش يعني، مش هننزل سورس واقول لك دور على لودر، مش هنزل لودر واقول لك دور على سورس، مش هنزل باتش دور على مش عارف ايه. لا، انا الحمد لله بنزل الحياه كامله. ليه؟ لاني انا اتحطيت في الموقف ده زمان لما دخلت المجال، وعمال اجيب هنا على دي على دي على دي على دي، فتوت. فما كنتش بلاقي اللي ايه، الحاجه الدايركت على طول اللي اشتغل بيها في بدايه طريقي. المهم، فحابب ان انا اساعد الناس دلوقتي ان انا بنزل الحاجه كامله، ان كان سورس باتش كلاينت اللودر، كل حاجه جاهزه بحيث ان هو يركب، والتركيب بابسط طريقه ممكنه بحيث ان هو يركب يشغل على طول. تمام. فرجاء شخصي من الناس دي اللي انا بتكلم عنهم، تمام، يا ريت اتبع الشرح زي ما انا شارحه بالظبط. تمام. ما تجودش من عندك، انت مش ما وصلتش لمرحله ان انت تجود. تمام. يعني الحاجه قلت لك غير دي، يبقى غير دي وبس، ما تجودش من عندك. الحاجه تشتغل معاك وتبقى تمام، ساعتها ابقى جود براحتك واتعلم براحتك، مش هقول لك لا. تمام. تمام. طيب، النقطه الثانيه، يا ريت رجاء ما حدش يبيع الحاجه دي. يعني الحاجه دي يعني ناس اشتغلت عليها وناس تعبت عليها، والسيرفر ده اصلا كان سورس بتاع واحد شغال عليه، وسيرفر كان مفتوح. تمام. وانا استأذنته ان انا هنزل الحاجه دي. تمام. والراجل ما قصرش، قال تمام، طالما هيفيد الناس نزل، مفيش مشكله. تمام. فيعني وانا نفسي تعبت في شويه شغل فيه. تمام. ومن ناحيه تاني وليد برضو بارك الله فيه عمل لنا اللودر برضو، ضيع من وقته شويه عشان يعمل لنا لودر مفتوح مش مربوط باي بي معين، فان انت تقدر تشغله على اي مكان. فيعني ناس كتيره بتتعب عشان تطلع لك الحاجه البسيطه دي في الاخر. فانت يا ريت رجاء ما تضيعش مجهود الناس دي كلها وتاخد الحاجه تروح تبيعها. تمام. عشان لسه حصل موقف ان كان برضو وليد كان منزل لودر 3 دي مجانا، فالناس اخدته وراحت تبيعه، بتبيعه بضعف السعر اللي هو بيبيعه بيه. طب ليه يعني؟ انت استفدت ايه؟ طب اهو قفل اللودر على الكل، محدش مستفاد. انت ناصح كده يعني؟ بس المهم، فيا ريت نخلي بالنا من النقاط دي. طيب، ندخل بقى في شرح التركيب. حابب انوه على نقطتين في التركيب. اول نقطه اللي هي ايه، يا ريت رجاء ما حدش يعدل اسم السيرفر. زي ما نحط اسم السيرفر حطه، ودي يعني زي ما اتكلمنا في الاول، ان هو ما تعدلش غير اللي انا بقول عليه بس. تمام. وبعد كده بجود براحتك بعد ما هتشتغل معاك. طب، تاني حاجه، في ناس اللي بتشتكي من مشكله، بيقول لك القاعده بتجيب ايرور. يا جدعان كذا مره قلنا النقطه دي برضو. المشكله مش في القاعده، المشكله في اصدار الاب سيرفر اللي انت بتشتغل عليه، وانا دايما برفق لك الاصدار المظبوط، فالتزم بيه. تمام. ايه افضل اصدار ممكن تشتغل عليه؟ 8.6.0، وده اعتبره كتست تتعلم عليه وتشتغل عليه والدنيا تمام معك. تمام. فيا ريت نلتزم بالكلام ده. ندخل بقى في شرح ايه السورس بتاع النهارده، سورس كلاسيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح اول ما هنحمل بروجكت يعني المشروع، هنلاقيه ايه بنفس الطريقه دي. تمام. وده المشروع. تمام. طب ايه اول حاجه هعملها؟ هروح فاتح النافيكات بتاعي واعمل ايه، واعمل قاعده جديده وهسميها ايه، هسميها اس كيو ال 5730 زي ما هتلاقيها مكتوبه اهي، اس كيو ال 5730. طبعا شرح تسطيب النافيكات سهل. نكست 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 فينيش. الاب سيرفر نكست نكست نكست، وهتكتب الباسورد بتاع الاباتشي وبتحتفظ بيه عشان هو اللي هتستخدمه هنا، وبرضه فينيش. يعني كده الدنيا مفيش مشكله في تسطيب البرامج. تمام. تمام. طب هدخل هنا، إيه اللي انا هعمله هنا؟ هروح فاتح تيبل اللي اسمها سيرفرز. كل اللي هعدله فيها هجيب الاي بي بتاع الراديوم في بي ان بتاعي، وده انصح بيه افضل من الهماشي. تمام. او اي بي الفي بي اس، او اي بي، بس اي بي يبقى شغال، مش مش اي بي يدولك الجهاز واشتغل بيه.
تمام. المهم فلازم يعني ايه اي بي يبقى ثابت كده عشان ايه تشتغل بيه، او تثبت اي بي للجهاز بالطريقه اللي تريح. المهم الاي بي بتاعك يكون شغال. هتاخد الاي بي وهتبدله بايه، باللي هنا. تمام اهو. وهندوس ايه سيف. شكرا خلاص قفلنا هنا خلصنا. هنروح داخلين فين على ام اس سي جي او السيرفر، داخلين عليه. هندخل على بن ديباج، وهفتح هنا اللي هو الاوس سيرفر دوت كونفج. كليك يمين بالنوت باد بلس بلس او بالنوت باد اللي يريحك. تمام. هتروح هنا داخل هتعدل على الباسورد. شايف كلمة باسورد تساوي دي؟ هتعدل هنا وتكتب الباسورد بتاع الايه اللي انت عملته في الايه في الاب سيرفر عندك. تمام. طب لو انت كنت لسه بتسطب اب سيرفر جديد وعملت الباسورد زي ما انا كاتبه لك كده ويلكم 33، السورس هيشتغل معاك على طول. يعني لو عملت القاعده زي ما انا كاتبها والسورس والباسورد زي ما هو، تمام زي ما انا عاملهم كده، لا يا دوب هتشغل على طول، مش هتتعب نفسك في اي حاجه. بس انا بشرح لك دي لو انت ايه، لو انت بالفعل مسطب الاب سيرفر. تمام كده. تمام كده. طيب بعد ما نعدل هنا اهو وهدوس سيف هنا، خلاص خلصنا. شكرا. كده الاب سيرفر كده الاكونت سيرفر عندي خلاص بشغله كده، هو متصل معايا. شكرا. تمام. هرجع لورا، هروح داخل على الام اس جي سيرفر بن ديباج. وهنا خد بالك انا كل الشرح ده انا عامله لك من بره عشان ما تدخلش اصلا في البروجكت وهتتوه نفسك في البدايه. شيل نفس الاي بي هتعمله ايه تحطه هنا. حلو حلو. هنا نفس الموضوع، اسم الداتابيز وادي الباسورد بتاعها. وزي ما قلنا لو انت مسطب اب سيرفر، لو هتسطب اب سيرفر جديد وتعمله بنفس الباسورد ده، انت هتشغل اللي هناك اللي هو الاكونت سيرفر ده وهتيجي تشغل ده على طول. يعني الدنيا حلوه. تمام. مفيش اسهل من كده يعني ان شاء الله. تمام. طيب عملتهم وعدلتهم بسيفت، هروح داخل على الداتابيز هنا في ملف عندي اسمه كلاينت كونفيج. تمام. هفتحه وهعدل فيه الاي بي ده بس. تمام كده. هعدل فيه الاي بي ده بس وهدوس سيف. خلاص خلاص. شكرا. بارك الله فيك على كده. انت كده ركبت السيرفر خلص. مفيش اكتر من كده. تمام تمام. نروح للكلاينت. ادي الكلاينت بتاعي. كل اللي انا هروح عليه برضو في ملف اسمه config. هفتحه هكتب الاي بي بتاعي بس. هنا وليد بارك الله فيه برضو الراجل عامل لكم ايه مشغل لكم الاف في اس. لو عايز تشغلها، لو عايز توقفها بتدوس صفر، والاصدار ده طبيعي فيه فول سكرين. تمام. فمية مية يعني. هتعدل الاي بي بتاعك هنا وهتدوس سيف وخلاص خلصنا. يلا نشغل. ما تروحش تشغل من بليه عشان ما تقوليش الاوتو باتش ما شغالش. مالكش دعوه بالاوتو باتش ده موضوع تاني. روح للستارت هنا وافتح على طول. تمام تمام. دلوقتي ايه اللعبه بتفتح معانا كده. الجيم سيرفر فتح، اكونت سيرفر فتح. تمام. وادي ايه الكلاينت على فكره معمول فيه شويه شغل ومتعوب فيه خد بالك. تمام. هنكتب ايه الاكونت 1 1 او 2 2 زي ما انت عايز. تمام اهو. بسم الله ما شاء الله. ادي السيرفر ايه معانا. تمام. وادي نجرب ايه اكونت تاني 2 2 اكونت جديد ده غالبا تقريبا، لا مش جديد. ماشي. تمام. ده سجن الجي ام اهو. بسم الله ما شاء الله في شوية شغل. يعني بص السيرفر ده جلب فيه هتلاقي فيه شوية شغل كتير. زي ما قلت لكم انا استأذنت صاحبه ان انا انزل الحاجة، والراجل برضه ما قصرش وقال تمام توكل على الله ما هيفيد الناس. تمام. ففي شوية شغل حلوين بسم الله ما شاء الله في السيرفر. تمام. الناس تستفاد منهم. تمام. دي التاون ايفنتات بتاعتك. تمام. معاك هنا ده الجي ام. تمام. في هنا البوس. تمام. فهو الراجل يعني ايه مظبط الدنيا. لحظة نقفل الصوت ده. تمام. يعني انا مظبط لكم الدنيا في الكلاينت وفي السورس. شغل فاخر ايه
من الاخر. انتوا عارفين انا بنزل لكمش اي حاجه وخلاص، يعني لازم الحاجه تبقى ايه ان شاء الله الى حد ما كويسه. وانا مش منزلك عشان تفتح سيرفر على طول، انا بقول لك اتعلم، اتعلم. تمام. ادي قدامك السيرفر. تمام. بايفنتاته بدنيته، يعني بالاشكال اللي فيه. فيعني ان شاء الله هتبقى حاجه حلوه خالص. وبرضو ايه ان شاء الله هتعجبكم. وناس كتير بتنزل صوصات انا بشوفها بارك الله فيها. بس انا بحاول قدر المستطاع ان انزل حاجه إيه كامله بالمره، بحيث انت ما تتعبش. ان السورس ينزل باللودر بتاعه بالحاجه بتاعته الكلاينت بتاعه بالدنيا بتاعته، بيبقى بيبقى افضل واسهل للناس. تمام. فده السورس تقدر تكتشفه انت براحتك وعلى مهلك خالص. تمام. فاتمنى ان يكون عجبكم. تمام. ويا ريت ما تبخلش علينا بتقييمك للحاجه اللي احنا بننزلها. إيه عرفنا مثلا محتاج ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله، لان انا الفيديوهات اللي انا بعملها والشغل اللي انا بنزله بناء على بناء على طلب الناس. يعني اللي بيطلب حاجه بحاول ان انا حتى انزلها له فيديو عشان تبقى المعلومه توصل له. اتمنى يكون الشرح عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في في شرح قادم ان شاء الله. مع السلامه.